أهلا وسهلا بكم متابعينا الأوفياء في قناة موروكو ستاد في تغطية خاصة ومفصلة من قلب التحفة المعمارية التي تتزين بها مدينة طنجة، ملعب ابن بطوطة الكبير الذي يعيش اليوم لمساته الأخيرة في عملية تحديث شاملة لا يمكن وصفها بمجرد توسعة، بل هي إعادة هيكلة كاملة تضعه في مصاف الملاعب العالمية الكبرى استعداداً للاستحقاقات الرياضية القادمة. إننا نتحدث هنا عن مشروع ضخم رفع الطاقة الاستيعابية للملعب إلى 75,500 مقعد بالتمام والكمال، ليصبح بذلك متوافقاً بشكل كامل مع دفتر التحملات الجديد والصارم للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لعام 2030. وأول ما يأسرك عند دخول هذا الصرح هو أرضية الملعب التي اكتست بالكامل حلتها الخضراء الزاهية من العشب الطبيعي لتبدو كبساط فاخر يبعث على الفخر والاعتزاز. هذه الأرضية تحظى بعناية فائقة وتخضع لتقنيات متطورة تعتمد على الأشعة الاصطناعية لضمان جودتها العالية ومقاومتها لمختلف العوامل المناخية، مما يجعلها جاهزة لاستقبال مباريات في كل الأوقات وبأعلى المعايير الدولية. وعندما ترفع بصرك نحو المدرجات تجد أن عملية تركيب الكراسي قد انتهت بالكامل، حيث تتوزع آلاف المقاعد الملونة بتناسق بديع لتضفي على الفضاء الداخلي رونقاً خاصاً وتجعل كل زاوية جاهزة لاستقبال الجماهير الغفيرة. هذه الكراسي صممت وفق معايير توفر أقصى درجات الراحة والأمان للمشجعين وتنسجم مع رؤية تحويل الملعب إلى فضاء عالمي متكامل. وتنقسم مدرجات الجمهور العام إلى 3 مستويات: مستوى سفلي ومستوى متوسط وآخر أعلوي. ولكن الحدث الأبرز الذي يخطف الأضواء في هذه المرحلة المتقدمة هو عملية تغليف هيكل السقف التي تسير بوتيرة يمكن وصفها بالخيالية. فمن خلال جولتنا نلاحظ أن ما يقارب نصف الهيكل قد تم تغليفه بالفعل في مشهد يعكس حجم المجهودات الجبارة التي تبذلها الفرق التقنية والهندسية على مدار الساعة. هذا السقف المنتظر لن يقتصر دوره على الجانب الجمالي فقط، بل فيمنح الملعب هوية معمارية فريدة تضاهي كبريات الملاعب العالمية، كما سيوفر حماية كاملة للجماهير واللاعبين من مختلف العوامل الجوية، ليجعل الأجواء داخل الملعب أكثر راحة وانسيابية سواء في المباريات النهارية أو الليلية، ليصبح بحق تحفة هندسية تزين شمال المغرب. وعلى الصعيد التقني تم تجهيز الملعب بأحدث التقنيات لضمان تجربة فريدة للمتفرج، حيث تم تشغيل شاشتين عملاقتين تبلغ مساحة كل منهما 220 متراً مربعاً بالتمام، وقد نجحت الاختبارات الأولية لهما. بالإضافة إلى ذلك تم تركيب شاشة محيطية يتجاوز طولها 700 متر طولي، مع وجود خطط لإضافة شاشتين محيطيتين إضافيتين على مستوى أرضية الملعب. ولتكتمل التجربة تم تجهيز الملعب بنظام صوتي من الفئة الأولى إلى جانب نظام صوتي آخر مخصص لحالات الطوارئ. أما جانب السلامة والأمن فقد أولي اهتماماً بالغاً، حيث تم تجهيز الملعب بمركز عمليات متكامل لإدارة الأمن وبشبكة مراقبة تضم حوالي 900 كاميرا موزعة داخل وخارج الملعب تغطي جميع المداخل والمرافق، ومزودة بأحدث تقنيات التعرف على الوجه لضمان أقصى درجات الأمان للمشجعين. أما المرافق الداخلية فهي عالم آخر من الفخامة والاحترافية. تم تجهيز مجموعة من صالونات الاستقبال الفاخرة لكبار الشخصيات VIP و VVIP مع منصة شرفية رئيسية تتسع ل210 ضيوف، والأكثر تميزاً هو وجود 142 مقصورة خاصة موزعة على 3 طوابق، يتميز الطابق الأول منها بكونه يقع في مستوى منخفض قريب جداً من أرضية الملعب، مما يمنح الضيوف تجربة مشاهدة إحساسية وغامرة. وتتراوح سعة كل مقصورة بين 10 و20 مقعداً، مع مساحة جلوس مريحة تبلغ 2 مربعين لكل مقعد. وفيما يخص منطقة المنافسة فقد أصبحت أكثر سخاء من أي وقت مضى، حيث تم تجهيز 4 غرف ملابس واسعة جدا، وهو ما يتجاوز متطلبات الفيفا التي تفرض غرفتين فقط لاستيعاب الأحداث الرياضية الأخرى. وتحتوي كل غرفة ملابس على مساحات للاستشفاء ومكاتب للمدربين وغرف للتدليك وأخرى للعلاج بالتبريد، بالإضافة إلى قاعات إحماء مجهزة بأحدث الآلات. ولم يتم إغفال رجال الإعلام والصحافة، حيث خصصت لهم مساحات جهمة تتسع لحوالي 3000 إعلامي،
بين مناصب المعلقين والمقاعد المخصصة للصحافة المكتوبة. كما تم تجهيز منطقة مختلطة تتجاوز مساحتها 500 متراً مربعاً، وقاعة مؤتمرات صحفية تبلغ مساحتها حوالي 400 متراً مربعاً، بالإضافة إلى قاعات عمل مجهزة بالكامل للصحافة وللمنظمين من الكاف والفيفا، تحتوي على أماكن للعمل والراحة لضمان تغطية إعلامية مثالية. ومن النقاط المضيئة في هذا المشروع أنه أصبح متاحاً بالكامل للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة في جميع المستويات والمدرجات دون استثناء، سواء كانوا من الجمهور العام أو كبار الشخصيات أو الصحافة، وذلك بفضل تجهيز الملعب ب12 مصعداً حديثاً تضمن سهولة التنقل في كافة أرجائه. وأخيراً تم توفير مواقف سيارات شاسعة تتسع ل400 سيارة لكبار الشخصيات، وحوالي 700 سيارة للشخصيات الهامة، وما يقارب 3000 سيارة للجمهور العام، مع تخصيص السلطات المحلية لمواقف إضافية في محيط الملعب لاستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات. كل هذه المؤشرات والتفاصيل تؤكد أننا أمام اللمسات الأخيرة لمشروع تاريخي، وأن ملعب طنجة الكبير يستعد ليكون جاهزاً في أبهى صورة، ليؤكد أن المغرب يواصل العمل بخطى واثقة ليكون في صدارة الدول التي تمتلك بنية تحتية رياضية بمواصفات عالمية.